أنا عارف إنك وإنت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي في إشعارات هتنزل على موبايلك، تنبيهات من التطبيقات، مسجات بتجذبك، وكأن الدنيا كلها متفقة إنها تسرق تركيزك. التحدي الحقيقي مش إني أقول كلامي يلهيك، التحدي إنك تكمل معايا للآخر من غير ما تسيب الفيديو. بصراحة عقلك دلوقتي مش في حالته الطبيعية. ليه؟ لأنك محاصر بمئات المشتتات، إشعارات، ألوان، أصوات، فيديوهات قصيرة، لدرجة إنك نسيت أصلاً يعني إيه تركيز. عارف إيه هو التشتت؟ ببساطة إنك تسيب الهدف الأساسي وتروح لحاجة تافهة أو أقل أهمية. ومصيبة الجيل ده إنه أول جيل في التاريخ عنده كل حاجة متاحة، لكن مش قادر يركز في أي حاجة. خليني أحكي لك. من كام يوم كنت نازل أجيب شوية حاجات من السوبر ماركت. كالعادة قبل ما أنزل بكتب لستة، لبن، عيش، بيض، حاجات أساسية. فتحت الموبايل علشان أكتب الليستة، لقيت نفسي فتحت واتساب. وقفت دقيقة رديت على كلمتين واتنسيت أنا أصلا كنت بكتب إيه. قفلت الموبايل وبعد 10 دقايق افتكرت أنا كنت بكتب الليستة. رجعت فتحت الموبايل تاني واتشتت تاني. والله العظيم حصل كده 3 مرات. والضحك الحقيقي إن أنا نزلت في الآخر من غير ما أكتب الليستة أصلا. إيه اللي بيحصل ده؟ ليه بقينا كده؟ ليه بقينا مش قادرين نستحمل فيديو دقيقة من غير ما نسرعه؟ إحنا وقعنا في فخ معمول له دراسة من سنين طويلة. في الخمسينات عالم نفس عمل تجربة على الفئران. جاب صندوق فيه زرار، كل ما الفار يضغط ينزل له أكل. في الأول كانوا بيتحمسوا، بعدين زهجوا. العالم ده غير اللعبة. بدل ما كل ضغطة إكوال مكافأة، خلى المكافأة عشوائية. مرة جبنة، مرة لأ، مرة كتير. عارف إيه اللي حصل؟ الفئران ادمنت الزرار، بقوا بيضغطوا بلا توقف. اللي اتعمل في الفئران هو نفس اللي بيتعمل فينا دلوقتي. الإشعارات على موبايلك، الفيديوهات القصيرة، التمرير اللانهائي، كل ده معمول علشان يديك جرعات دوبامين عشوائية. مرة فيديو يضحكك، مرة فيديو يحزنك، مرة خبر يفرحك، مرة صدمة، ومخك يتعلم يدور على الجرعة الجاية. نتيجة ده بقينا مش قادرين نركز، بقينا نقارن نفسنا بالناس طول الوقت، بقينا نحس بملل سريع، بقينا عايزين أي حاجة بسرعة. حتى العلاقات بقت زي الفيديوهات، تبدأ بسرعة وتنتهي أسرع. المشكلة مش في الموبايل، المشكلة في التطبيقات اللي بتسرق وقتك وبتبرمج دماغك علشان تفضل أسير عندهم. هم كسبوا وانت خسرت. خسرت تركيزك، أحلامك، طموحاتك. عمرك سألت نفسك هو أنا بعمل كده في نفسي ليه؟ هو أنا ليه سايب حياتي تتسرق قدامي وأنا مش واخد بالي؟ يمكن السؤال ده جه في دماغك قبل كده، ويمكن دلوقتي جاي بقوة أكتر. أنا مش بقولك مش تشيل موبايلك، ولا عايزك تعيش من غير إنترنت. أنا بقولك امسح اللي مش هيبعدك عن حلمك، سيب اللي بيضرك وخلي اللي بينفعك. في الآخر نفسك دي غالية، وقتك غالي، مستقبلك أهم من أي إشعار أو فيديو تافه. حب نفسك واحترم وقتك، لأن مفيش حد هيحبك بالجدية اللي تستحقها غيرك.